السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة لقمان شانيل. مرحبا بكم معايا فيديو جديد وفلوق جديد. اليوم ان شاء الله غندوزو مع بعضياتنا وقيد زوين في جنان السبيل بفاس. فهاد جنان السبيل اللي يسمى جنان بوجلود من اجمل الحدائق على المستوى الوطني للمملكة المغربية، ويمتد على مساحة 8 هكتار. يقع قرب ساحة بوجلود المحاذية لساحة البطحة. أحدث في القرن الثامن عشر من طرف السلطان المولى عبد الله العلوي ليصبح روض مخصص للأمراء والأميرات آنذاك، محاط بأسوار عالية قبل أن يفتح في وجه العموم سنة 1917. بجنان السبيل 1000 نباتات متنوعة وفريدة من نوعها، وهذا الفضاء هو أقدم وأعرق حديقة عمومية تمتاز بها العاصمة العلمية مدينة فاس. تتميز حديقة جنان السبيل بممراتها الجميلة، تجد نفسك فوق قناطر خشبية أقيمت على مجاري مائية يمر تحتها وادي الجواهر ليحط رحاله على بركة فسيحة تلامس أحد الأسوار العتيقة لحي فاس جديد. وفي سنة 2010 تم إصلاح الحديقة وترميمها من طرف مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها الأميرة لالا حسناء، وتم إضافة العديد من النباتات للحديقة، ويطلق على جنان السبيل جنان العشاق. فزوار جنان السبيل هم من العائلات الفاسية وزوار المدينة من المغاربة والأجانب، خصوصا بعد أن تم إدماجه ضمن مسارات السياحية للمدينة ديال فاس. ويتم استثمار فضاء جنان السبيل من طرف مؤسسة فاس سايس بإحياء بعض الحفلات الموسيقية خلال تنظيم مهرجان فاس الموسيقى العالمية العريقة، واحتضان حفلات تكريمية السنوية التي يقيمها المركز الثقافي الأمريكي لحاملي شهادة الماستر في اللغة الإنجليزية. هذه بعض المقتطفات عن تاريخ جنان السبيل والتعريف به. كنتمنى الجولة ديال اليوم تكون ترقكم وتعجبكم، وما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديو ديالي باش يتشاهد لاكبر عدد ممكن. وقبل ما تغادروا القناة ديالي، الى عجبكم بطبيعة الحال الفيديو ديالي انكم تكتبوا لي واحد التعليق اللي جميل بحالكم، وكذلك ديروا لي لايك. وشكرا لكم مرة أخرى على المشاهدة. نخليكم مع مشاهدة جنان السبيل. اللي ما كيعرفش جنان السبيل بمدينة
هذه وحدة من القناطر الخشبية المؤدية إلى البركة اللي كاينة في الوسط ديال جنان السبيل، كتكون يعني عامرة بالماء، ولكن دابا راكم عارفين ندرة المياه وما كاينش تساقطات الله يرحمنا، فما لقيتهاش يعني عامرة بالماء بزاف، فيها شوية. وفي الوسط كاينة واحد جزيرة فيها النخل شاهق وكيطلع الأسوار فجديد. وهذه هي الجزيرة، كتكون عامرة بالمياه. هانتوما راه ما فيهاش يعني الماء بزاف، وهنا كيكون البط والوز، ولكن للاسف ما كاينش دابا. وانتم كتشوفوا جنان السبيل دابا راه الصباح راه شويه خاوي، ما فيش بزاف ديال الناس اللي كيتمتعوا بجمال الطبيعه والروعه ديال الهندسه ديال النباتات في هذا المنظر الجميل. فاللي زار مدينة فاس وما جاش لجنان السبيل كأنه ما شافش المدينة كلها. واد الجواهر كيكب في هاد البركة هادي، ولكن دابا الواد راه ناشف. كون كان يعني التساقطات غتبان لكم هنا، هاد البركة عامرة بالمياه، وواحد المنظر كيكون جميل بزاف. فاللي بغى يمتع عينه بجمال الطبيعة وزقزقة العصافير وخرير المياه، عليه بجنان السبيل، على أغنية عبد الحليم حافظ: الماء والخضرة والوجه الحسن. اللي نتوما هما المتتبعات ديالي والمتابعين ديالي، هما الوجه الحسن، أما الخضرة والمياه فهنا موجودة في جنان السبيل.
وحتى لهنا كينتهي الفلوق ديال اليوم. كنتمنى الجوله ديالي تكون خفيفه ظريفه عليكم، وكنتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنسونيش من لايك ومن التعليق ديالكم، وكذلك من البارطاج